يستضيف نادي الاتحاد نظيره الهلال أمسية الجمعة 1 سبتمبر أيلول على ملعب عبد الله الفيصل بجدة ضمن الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن موسم من 2023 إلى 24. ويتصدر الاتحاد حامل اللقب جدول ترتيب دوري روشن برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي، حيث حقق قطبا جدة العلامة الكاملة خلال الجولات الأربعة الماضية، فيما يأتي الهلال ثالثا برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن للتعاون صاحب المرتبة الرابعة. ويعد كلاسيكو الكرة السعودية بين الاتحاد والهلال مختلفا دائما وذا طبيعة خاصة لما فيه من إثارة وحماس على مدار تاريخ مواجهات العملاقين وللشعبية الكبيرة التي يملكها كل فريق. كانت أول مباراة بين الفريقين في 10 من يناير كانون الثاني عام 1964، وفاز الاتحاد آنذاك ب3 أهداف مقابل هدفين. ومنذ ذلك اليوم التقى الفريقان في 151 مباراة عبر كل البطولات. كان الانتصار للهلال في 65 لقاء منهم، بينما فاز الاتحاد في 50 مباراة، وحضر للتعادل في 36 مواجهة سابقة. وعلى مدار تاريخ بطولات الدوري السعودي تقابل الاتحاد والهلال خلال 104 مباريات، وتمكن العميد من تحقيق الفوز في 29 مواجهة، بينما تفوق الهلال في 46 مباراة، وحسم التعادل 29 مواجهة بين العملاقين. وفي باقي المسابقات تواجه الاتحاد والهلال في 16 مباراة بكأس الملك، فاز النمور في 7 مباريات، وتفوق الفريق الهلالي خلال 5 لقاءات، وانتهت 4 مباريات بالتعادل. كما لعب الفريقان 4 مرات في دوري أبطال آسيا، وحقق الاتحاد الفوز خلال مباراتين، وكان الانتصار حليفا للهلال مرة واحدة، بينما انتهى لقاء آخر بالتعادل.